في يوم صحيت من النوم ورحت تركب العربية بتاعتك، وانت راكب العربية بتاعتك وسايق في الطريق قمت حاطط السماعات بتاعتك، قمت سامع الكتاب الصوتي اللي بيقول: جدي، انت فاكر لما كنت صغير وكنت لما عيط تحكي لي عن قصة السرداب اللي موجود تحت بلدنا وانك نزلته من اكتر من 50 سنة؟ رد جده مبتسما: ايوه طبعا فاكر لما كنت بتعيط؟ تحب افكرك بايامك؟ ضحك خالد: لا تحكي لي عن السرداب ونزلكم ليه. ولما وصلت المطار اللي انت كنت رايح له قمت نازل من العربيه وقاعد على كرسي مستني ميعاد الطياره بتاعك، وحطيت السماعات تاني، والمره دي قمت داخل على اليوتيوب قمت لقيت قدامك بودكاست. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ladies and gentlemen، اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج براحتنا، لاننا هنا انا وانتو، احنا هنا براحتنا. مين فينا ما نفسوش ان هو يكسب فلوس؟ لا وايه سلام بقى لو هيكسبها ببلاش، الحلم يصبح حقيقة. وبعد ما خلصت كل حلقات البودكاست ودخلت على الفيسبوك بقى علشان تقلب شوية، قمت لقيت نشرة أخبار قدامك بتقول: مصر ترسل معدات طبية للسنغال هدية لمواجهة فيروس كورونا. وزارة الشباب والرياضة تعلن الموعد النهائي لاستئناف النشاط الرياضي. القبض على النصاب فرج الذي وقع ضحاياه العديد من المتهمين بالمجال الإعلامي وتحويل لقبه من الإعلامي المهندس إلى الإعلامي النصاب. وزير الشباب والرياضة يعلن عن عودة الدوري المصري. سر جديد يكشف في منطقة الأهرامات وأبو الهول بالجيزة. وبعد ما سمعت نشرة الأخبار جيت تنزل السماعات بتاعتك علشان تشوف ميعاد الطيارة بتاعتك، لقيت الراجل ده بيقول: حضرات السادة، يرجى الانتباه، هذا هو النداء الأخير. تعلن مصر للطيران عن قيام رحلتها رقم 342 والمتجهة إلى جنوب أفريقيا. على السادة المسافرين التوجه إلى بوابة G9. فقمت رايح على طول على الطيارة بتاعتك وراكب الطيارة على طول، ولما وصلت الوجهة بتاعتك اللي هي كانت جنوب أفريقيا قمت نازل على طول من الطيارة ورايح على المكان اللي انت عايزه. وانت بقى هناك في المكان لقيت مشهد قدامك، المشهد ده بيفكرك كده، استحضرت فيه الصوت اللي بيقول في الفيلم الوثائقي: امتلاك العقار حق لا مكرمة، ومن سعادة المرء البيت الواسع الهني. مارس حقك في التملك، اشتري عقارا في جنة الأرض تركيا. وبكده تكون انت اخدت رحلة معايا في يوم في حياة الفويس اوفرز. لو عجبك الصوت اللي انت سمعته في كل الحاجات دي، انا الصوت اللي ببقى معاك في كل الاوقات دي انا حازم عماد الدين، معلق صوتي ومؤدي صوتي. تقدر ان انت تستخدم خدماتي، وده رقم الكونتاكت بتاعي اللي تقدر تتواصل معايا من خلاله، وده الايميل بتاعي. شكرا جزيلا ليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.